السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. وحشتوني كتير خالص من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفسيخ في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ليه تشتريه ب 350 جنيه وب 300 كمان لما انت تقدري تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وناجح من اول مرة؟ هقولك النهاردة على اسرار نجاحه وكمان على اسرار فشله. زي ما انتم شايفين كده الفسيخ معايا طالع معايا دايب، طالع معايا مظبوط، وكمان بعد 12 يوم بس. احنا كمان بقينا خلاص في فصل الشتاء، يعني الجو برد، المفروض يقعد معايا فترة اكتر من كده. انا عملته قاعد معايا 12 يوم بس وطالع معايا كمان زي الفل، دايب كده وطعمه وريحته خطيرة. تعالوا نشوف من جوه شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اوريكم شكله من جوه كده وكمان التراوه بتاعته عامله ازاي. ما شاء الله، شايفين لونه؟ ده اسرار النجاح بتاعه، يكون لونه بامبا كده وكمان طري. شايفين ما شاء الله. تعالوا نفتح واحده كمان كده نشوفها من جوه عامله ازاي. شايفين؟ انا عايزه اوريكم اللون. اهم حاجه كده الفسيخ تطلع معاكي دايبه وكمان لونها خطير كده، ده من اسرار النجاح، يكون معاكي مظبوط 100%. ما شاء الله. شايفين لونه؟ شايفين زي الملبن في ايدي. يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقه بتاعتنا على طول. اول حاجه واول خطوه، علشان اول حاجه كده السمكه بتاعتك يكون صبحه، ما تكونش داخل التبريد. اوعي تشتري سمك يكون فيه تلج او عليه تلج علشان هتجلد منك. دي نصيحه مني. وانت بتشتري السمك كده تقولي اللي انت هتشتري منه انا عايزه اعمله فسيخ مش عايزه اشويه، عشان السمكه لو كانت دخل التلج او تبريد مش هتنفع معاكي. تاني خطوه، السمك البوري في نوع منه او شبهه اسمه طبار، بيختلف ده عن ده في ايه؟ البوري بتكون راسها عريضه والبوز بتاعها عريض من قدام. الطبار شبه البوري بالظبط، بس بتكون راسه رفيعه وبوزها مسحوب لقدام. دي الفرق بين دي ودي. الخطوه الثالثه، ان انت هتجيب السمكه كده زي ما انت شايفه، هتغسليها من فوق على تحت بالنغشوش كده. طلعي الحاجات اللي في النغشوش، بس تمسكي السمكه من فوق على تحت عشان ما تعبيش منك ميه زياده عن اللزوم. وكمان ما تخليش الميه بارده، خلي الميه فتره كده زي دمعه العين، علشان احنا خلاص في الشتاء والسمكه ما تسجعش منك. احنا مش عايزين السمكه تسجع. زي ما انت شايفه كده انا غسلته وهسيبيه بالظبط 10 ساعات اقل حاجه. يعني يفضل تعمليه من بالليل تغسليه من بالليل وتسيبيه للصبح ليله كامله. يعني انا سبته بالظبط 10 ساعات، غسلته وسبته. السمكه بتحس ان هي نشفت خالص منك، واحنا عايزين السمكه تنشف وتحس ان هي جلدت شويه علشان تنجح معانا. زي ما انتم شايفين كده حطيت كوبايه ملح عادي خالص من بتاعنا بتاع المطبخ. حطيت نص معلقه صغيره شطه، ده اختياري، لو حابه تحطي شطه ما بتبانش فيه على فكره شطه خالص. وكمان بتحطي معلقه من الكركم. جلبت كده الملح مع الكركم مع الشطه. وبعد كده تعالوا اوريكم هنعمل ايه في السمكه. السمكه بتاعتي انا صفيتها ليله كامله او 10 ساعات. بعد كده همسك مناديل والنغشوش كده اتك عليه لو كان لسه فيها ميه، طبعا بيكون لسه فيها بواجي، انا عايزه اصفيها خالص، مش عايزه فيها نقطه ميه. شايفين السمكه واقفه في ايدي ازاي؟ السمكه ناشفه. شايفين لسه بيطلع منها ميه. احنا عايزين نصفي كل حاجه فيها خالص، مش عايزين فيها نقطه ميه. بالمناديل كده اتاكد ان النغشوش ما فيهوش ميه خالص زي ما انتم شايفين كده. اوعي تنسي تحط اللايك، حط اللايك يا حبيبه قلبي عشان تعملي فسيخ ان شاء الله هيطلع معاكي ولا احلى فسخاني. شايفين؟ بنشفها كويس كده من بره ومن جوه، عايزه كل حته فيها تكون ناشفه ومتاكده 100% ما يكونش فيها ميه. تعالى اوريكم بقى الخطوه اللي بتخليه طري وبتخليه دايب ويطلع معاكي زي العسل. بتمسكي السمكه من عند الديل تتك عليها كده زي ما انتم شايفين، بطريها، بس اوعي ايدك تيجي على البطن عشان ما تفجرش الامعاء بتاعتها وتخليها مرره. من الظهر كده بتمسكي
عارفين انتوا كده زي ما كنت بتمرزيها كده، تتك عليها تطري معاكي. السمكه كانت في ايدي ناشفه خالص دلوقتي، بعد شويه هتلاقيها طريه خالص. بس اوعي ايدك تيجي على البطن. كل اللي احنا بنعمله في الظهر وفي الديل، بخلي كده السمكه تحس ان الشوكه سابت اللحم. خطوه اساسيه لازم تعملوها. خلاص انا نشفت واتاكدت ان خلاص نشف معايا وما فيهوش اي نقطه ميه. شايفين انا بتاكد ازاي؟ خطواته سهلة وبسيطة وهيطلع معاكي ناجح ومظبوط. بس اهم خطوة لازم تشتري الفسيخ او السمكة ما تكونش تلجت، ما تكونش دخلت تبريد. تقولي للي هتشتري منه يكون مصدر موثوق منه انا عايزة اعملها فسيخ، لازم ما تكونش دخلت تبريد، عشان لو دخلت منك تبريد او تلجت هتجلد معاكي ومش هتنفع خالص. صدقوني لو عملتوها كانت دخلت تبريد او تلج مش هتنفع، هيجلد مش هيطلع معاكي مظبوط. انا عملت كده اول واحده، حطيت في نغششها ملح، دكيت كده نغششها. لو حابين تعملوه دلع شويه ما تكتروش في النغشوش ملح، سيبوا كده يعني ايه، حطوا مثلا معلقه هنا ومعلقه هنا كفايه. يعني لو انتوا عايزينه دلع مش عايزينه مظبوط، لو عايزينه مظبوط حطوا في النغشوش ملح كده وكتروا ما تخافوش. بعمل التانية بنفس الخطوه اللي انا عملت بيها الاولى. وشايفين انا كده بمرز الظهر كده بطريه، بس ما ايدي ما بتروحش على البطن خالص. الخطوه دي مهمه جدا، بتخلي السمكه تستوي معايا بسرعه وبتخليها كمان طالعه طريه ودايبه معايا. شايفين انا بفصل العظم عن اللحم، او الشوك عن اللحم زي ما انتم شايفين كده. شايفين بوز السمكه عامل ازاي؟ تحس ان السمكه لسه صاحيه. اوعي حبيبه قلبي لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي تنوريني كده بالاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو، يا ريت تكتبولي بتتابعوني منين بالظبط. خلاص انا عملت كله كده بنفس الخطوه، وغلفت كله كده بالملح زي ما انتم شايفين كده. هحطه في الكيس، مش كيس ده، انا عايزه كده لو عندك اكياس كتير كده في المطبخ حطي، بس ما يكونش فيها نقطه ميه، اوعي يكون فيها ميه ولا يكون فيها اي روايح. بمسك السمك كده العكس، واحده راسها الناحيه التانية والتانية الناحيه دي، بخلي الديل مع الراس، مش عايزه الاتنين بيكونوا نفس الاتجاه. لو انت هتعملي كميه ما تكتريش في الكيس، يعني مثلا حطي كيلو 2 كيلو بس، ما تكتريش في الكيس. لو انت هتعملي في اكياس ما تكتريش، حطي لو انت هتعملي مثلا 5 كيلو حطي مثلا كل كيلو ونص في كيس ولفي عليه واعمليها رولات كده، هيستوي معاكي بسرعه. بحط كده شويه ملح كمان، حط كده حواليه شويه ملح عشان انا بحبه حادق شويه، مش بحبه دلع يعني بحبه مظبوط. خلاص بطلع من الكيس الهواء، بتاكد كده ان انا قفلت كويس وبطلع منه الهواء. طبعا الراس واحده يا راس وواحده ديل العكس. بلف كده كويس. هتشوفوا انا هعمله ايه دلوقتي. انا بالظبط كده بلف ولفه السفر، يعني كانه مسافر بره مصر. بلف لفه محترمه جدا، بغلفه كويس بورق فوين، بورق استريتش راب، بكيس عندك. لفي كده ما تستخسروش فيه، لفيه افضلي لفي، كل ما تلفي اكتر كل ما يستوي معاكي اكتر وما يكونش داخله هوا. احنا مش عايزين يخش فيه هوا نهائي. انا بتاكد كده ما يكونش فيه هوا، بلف واحط في اكياس، بلف واحط. انا احطه ما شاء الله في كميه محترمه من الاكياس. بس الخطوه الاساسيه معايا الورق الفويل، بصراحه بيخليه يستوي بسرعه جدا، بيدفيه كده وما بخليهوش يطوله سجعه، وبيخليه يستوي معايا وبضمن يطلع معايا مظبوط. لو مش عندك ورق فويل استريتش راب، استريتش راب اللي هو بتاع المطبخ العادي ده، لفي فيه زي ما انا بلف كده، لفي فيه لحد ما تزهقي، افضلي لفي فيه وغلفيه كويس. وكمان حطيه في اكياس وحطيه في اكياس تاني زي ما انت شايفه كده، علشان يعني بصوا انت عارفين كانك مسافره بره مصر. اي اكياس كده عندك فاضله. طبعا احنا البيت ما بيخلصش يعني من الاكياس اللي احنا بنشتري فيها الحاجات من بره، فحطي كده لو كان عندك كميه لفي فيه وحطي.
بس اوعوا تدعولي بعد ما ينجح معاكم ويطلع معاكم مظبوط بنفس الطريقه دي. امشي على الطريقه بتاعتنا دي خطوه خطوه، هيطلع معاكي مظبوط من اول مره. اتحداكي لو جربتي الطريقه دي ان شاء الله للفسيخ، بس اهم خطوه وتطلع معاكي مظبوط لازم تشتريه من مصدر موثوق منه، ما يكونش دخل تبريد. انا لفيته كويس كده زي ما انتم شايفين، بتلفيه كويس كده زي ما انا لفيته، وبعد كده بتدخليه المطبخ في مكان ضلمه، وبعد 3 ايام بالظبط بتلفيه، وكمان بعد 3 ايام بتلفيه، وبعد 3 ايام كمان بتلفيه. بعد اول 3 ايام هتلاقيه نزل ميه، ده اسباب النجاح بتاعته. وكمان هتحس ان هو عمل ريحه كده، الريحه انتوا عارفينها ريحه الفسيخ بتكون عامله ازاي. هتلفيه كل 3 ايام لفه كده 12 يوم بالظبط، بس في مكان يكون ضلمه ومكان دافي، في ضلفه من ضلفه المطبخ كده، يكون ايدك مش بتستخدمها كتير، تحطيه فيها. بعد مثلا 10 ايام لو حابه تاكليه افتحي وكليه. بالظبط 12 يوم هيطلع معاكي ملبن. انا 12 يوم بالظبط، احنا خلاص في الشتاء في الجو برد، هيطلع معاكي زي ما انت شايفه كده. ان شاء الله هيطلع معاكي ناجح ومظبوط من اول مره. جربي امشي على الطريقه بتاعتنا ديت، مش هتندمي كتير. اول خطوه كده جربي كيلو او نص كيلو لو انت حابه خايفه يعني تغامري بالموضوع. واحده بس، ممكن تجيبي واحده بس نص كيلو وتجربي بيها الطريقه، وهتطلع معاكي ان شاء الله مظبوطه من اول مره. انا متاكده لو مشيتي على الطريقه بتاعتنا خطوه خطوه كده هيطلع معاكي زي العسل. ما تنسينيش يا حبيبه قلبي في الاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.